السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. طبعا احنا عاملين مقاطعة يا بنات، فانتوا عارفين ان الماجي والمرقة الفورية والحاجات دي كلها طبعا المقاطعة. فانا فكرت ان انا ازاي ممكن استبدل الحاجات ديت، فلقيت اسلم طريقة واحسن طريقة ان انا اعمل الحاجات دي في البيت. فيلا بينا نشوف هنعملهم ازاي. معانا هنا مجموعة بهارات. معانا معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة من الجنزبيل، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة، ومعلقة صغيرة من ورق اللورة المطحون برضو، ومعلقة صغيرة زعتر مطحون، ومعلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة كمون مطحون، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، واتنين معلقة صغيرة ملح. ولو انتي ممكن تستبدليها بمعلقة ملح صيني ومعلقة ملح عادي. وعندنا معلقة صغيرة من البهارات السبعة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون. هنبدأ نحط الحاجات دي كلها في البولة. طبعا كل ده زي ما قلنا كده مطحون. طبعا ده احسن بكتير من الجاهزه. اولا الجاهزه دي احنا مش عارفين ان هي صحيه ولا لا، هم لحد دلوقتي مختلفين عليها، فمش عارفين ان هي صحيه ولا لا. تاني حاجه المقاطعه، فاحنا بصراحه علشان خاطر المقاطعه نعمل اي حاجه، يعني علشان اخواتنا الفلسطينيين ربنا ينصرهم يا رب. طبعا احنا حطينا كل الكلام دوت في بوله، وبنبدا نقلبهم كده. حتة تحفه تحفه بجد والله. وبنبدأ بقى تحفظيها عندك في اي بطرمان، وبتستعملي منها على قد احتياجك. طبعا البطرمان دوت في الصيف ما ينفعش ان هو يتحط بره، يعني لازم يبقى بغطا محكم، يا اما تحطيه في التلاجة، اما في الشتاء بقى تغطيه كويس جدا وتحطيه في الدرج بتاع التوابل بتاعتك، وبتاخدي منه على قد استعمالك. شايفين يا بنات الجمال؟ احسن من اللي انتي بتجيبيها من بره مليون مرة. بصي، ولا تقولي لي بقى فوريش فورية، دي احلى من اللي احنا بنجيبها مليون مرة. فيها بهارات فراخ وفيها كاري، فيعني مديالك الطعم المائي المرقة بالظبط يعني. وهنبدأ نحطها في البطرمان، وبتكتبي عليه زي ما انتي يعني عارفة كده ان هي مرقة فورية. انا قلت بس حبيت ان انا اديكم فكرة صغيرة، ولو الفيديو عجبك واستفدتي منه بمعلومة صغيرة ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. تبدأي تحطيه جوه البطرمان. وبكده عملنا احلى مرقة فورية. كده يكون الفيديو خلص، ويا رب تكوني استفدتي، والسلام عليكم ورحمة الله.